الكريسبي الحارة على طريقتي، او فيكن تسموها زنجر، بس هيدي رح تكون قنبلة رائعة من الطعم عن جد، مع صوص حار وطريقة كتير سهلة والنتيجة ولا اروع من هيك. وخلينا نعملها. عنا بيضة بحرارة الغرفة، بنضيف لها تقريبا 3 ملاعق طعام من الحليب السائل، وعندي بافلو صوص، هيدا صلصة الجوانح الحارة، رح ضيف تقريبا ملعقة طعام منها، فيكن تزيدوا شوي إذا بتحبوها كتير حرة. عندي هون نص ملعقة شاي من الثوم البودرة، وعندي شوية بهارات منها. عندي ملح، نص ملعقة شاي بابريكا، شوية فلفل أبيض، شوية كزبرة، شوية حر، وشوية زنجبيل بدي أضيفهم. وبدي أرجع أضيف كمان طحين حسب الحاجة لتسمك. عندي ضفت ملعقتين طعام ونص ملعقة شاي من البيكنج باودر. هلا اذا ما بدكم تضيفوا هيدي البهارات، فيكم تستعملوا خلطة الشيف احمد لجميع استعمالات الدجاج، بتطلبوها على الرقم الموجود مع المقادير اسفل الفيديو، توصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان. هلا بدي اخلط هيدي المكونات سويا مع بعضها لاحصل على هيدا القوام السميك شوي، لازم يكون مثل ما عم بتشوفوا. عندي صدر الدجاج بوزن 200 جرام، فتحته بالسكينة وهلأ بدي انقعه. في انقعه ليلة كاملة بالبراد يعني بالتلاجة، وفي انقعه لمدة نص ساعة على الأقل. هلأ بدي شيله على حدا وبدي بلش جهز الخليط الجاف اللي هو ولا أسهل من هيك. كمان بحط طحين حسب الحاجة، شوية ملح، شوية فلفل أبيض، وربع ملعقة شاي من الكركم أو أكتر بشوي ليعطيني اللون حلو. وعندي هون ملعقة طعام من النشاء الناعم. هلا بدي اعمل الصوص. من بعد ما خلطت المقادير الجافة، هون عم بعمل صوص: ملعقة ونص طعام من المايونيز، شوية كاتشب، ربع ملعقة شاي من الخردل، وبدي احط تقريبا ملعقة شاي من خل الرز، وشوي من الصلصة الحارة تقريبا ملعقة طعام، وايضا بدي احط لها ربع ملعقة شاي من الثوم البودرة، شوية حر احمر خشن حاد، وبدي احط تقريبا ملعقة ونص من جبنة البارميزان، هيدي حسب الرغبة بس كتير نكهتها بتطلع طيبة مع الصوص. هلا بدي اخلط هيدي الصوص الروعة السهلة، لونها كتير حلو ومشهي ولا اروع من هيك. شوفوا عندي كيف صارت. هلا اللي بدي اعمله، بدي شيل هيدا الدجاج المنقوع بالخليط السائل واحطه بالخليط الجاف، وقلبه شي 6 7 8 قلبات من دون ما كبسه ليعطيني زخرفات وشكل مزخرف. برجع بشيله وبحطه بالخليط السائل مرة وحدة، اكيد بنفضه اول شي، وبحطه بالخليط السائل وبقلبه لا ينلت عندي بشكل منيح، وبرجع كمان برجعه على الخليط الجاف وبقلبه كمان شي 6 7 علبات بهيدا الشكل ليعطيني زخرفات، ويكون عندي جاهز مباشرة. زيتي حامي درجة حرارة متوسطة، بقليه لمدة تقريبا 8 دقايق. بنص الوقت منيح انه خرمه بالسكينة ليستوي عندي بشكل جيد. وهون من بعد ما استوى شوفوا الزخرفات شي مشهي جدا. هلا بدي احطها على محل لما تمتص الزيت. بجيب صينية، بحط صدر الدجاج، بحط شوية جبنة موتزاريلا، وبرجع بحط له 2 سلايس من جبنة التشيدر، وبدخلها على الفرن من الأعلى بس لتذوب الجبنة فقط. هلا هون شوية زبدة مقلي، خبز البرجر بدي حمصهم ليعطوني نكهة وأحمشة من الداخل. صاروا عندي جاهزين. كتير منيحة هالخطوة، بتعطي كتير نكهة للساندويتش. الدجاج صار عندي جاهز، شوفوا ما أحلاه مشهي جدا. هلا خبزة البرجر بنحط عليها هيدي الصلصة الرائعة الحرة اللي كتير رح تعجبكم إذا جربتوها، وبنحط صدر الدجاج. شوفوا ما أحلاه عن جد، غنية كتير. هلا بدي احط شوية صوص. هلا فيكم تحطوا خس اذا بتحبوا حسب الرغبة، ما في اي مشكلة. انا رح بس مخلل خيار وسكرها بخبزة عليها شوية صوص كمان. شوفوا ما احلاها كتير روعة يعني عن جد. وصفة سهلة. محبين الدجاج الحار المقرمش رح يعشقوا هيدي الكريسبي. شوفوا من جوا عند الدجاج كيف ابيض ومستوي مع هيدي الصوص والجبنة، كتير مليئة بالنكهة. كانت كتير طيبة، منا ناشفة ابدا. شو بدي لكم اكتر من هيك؟ جربوها وان شاء الله رح تعجبكم، والى اللقاء الى حلقة مقبلة.